السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في القناة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى منكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش توصلوا كل هو جديد. بالنسبة للطبق ديال اليوم، الطاجين ديال الحوت ديال الفرخ بهذه الطريقة هذه كيجي زوين. عندي هنايا في الطحانة الكهربائية درت قزبر ومعدنوس، حبة بصلة، هنا تقريبا واحد 6 الفصوص ديال الثوم، 2 مطيشات، وعصرت الحامض هنايا تقريبا واحد نص حامضه، وغادي نطحن هذا الشيء كامل. ممكن نتوما ديروا العطريه الا بغيتو، انا طحنتها غير بهذه الطريقه هذه، ما درت العطريه لا والو. صافي حتى كنحصلوا على هذا الخليط هذا كما كتشوفوا. هنايا غادي نرقد هذا الحوت هذا ديال الفرخ في هذه الخلطه اللي طحنت. وغادي نضيف من بعد واحد شويه ديال الملح كما قلت لكم. ممكن نتوما ديروا العطريه في خطره الا بغيتو، اصلا الحوت كيكون شويه مالح. غادي نخليه على جنب في الثلاجه حتى كنوجد هذا نوجد الشيء الاخر. ممكن تخليوها شحال ما بغيتو نتوما. ضفت شويه الملح. انا عندي 2 بصلات نقطعهم مشلضين. صافي وغنديرهم هنا في الطاجين. عندي هنايا الزبيب اللي غسلته بالماء دافي، خليته مرقد باش يخرج داك الوسخ اللي فيه، درتو حتى هو، وخليت واحد شويه ديال داك الخلطه حتى هي درتها من الفوق. وغندير هذا الحوت هذا، غنديرو من الفوق، ما غاديش ندير فوق منه البصله. صافي انا درت داك هو الجهد، نديرو من الفوق باش يطيب على داك البخار. درت هنا واحد المعلقه صغيره ديال مطيشه ديال الطماطم مركزه، درت شويه الملح، شويه الابزار، وشويه ديال التحميره، وشويه ديال الكمون، وشويه الخرقوم، وسكينجبير. بالنسبه للخرقوم درتو من التحت، ما درتوش فوق الحوت باش ما يطلقش اللون ديالو. والورق ديال سيدنا موسى، وشويه ديال القرفه، وشويه ديال الهريسه حتى هي درتها، والحامض مصير. صافي وكنخليو هادشي على نار متوسطه، كنخليوه يطيب على خاطرو. بالنسبه للخرقوم كما قلت لكم ما درتوش من الفوق باش ما يطلقش اللون، يعني باش يبقى لنا الحوت في اللون ديالو، درتو غير على الجناب. صافي ها هو غلا كما كتشوفوا، وكيطيب على خاطرو. وصافي كما كتشوفوا ها هو. نخليو هاد المريقه هذه حتى كتشرب مزيان، وكيوجد معانا كما كتشوف بهذا الشكل هذا. كيجي في حقيقه زوين بزاف ولذيذ بهذه الطريقه هذه. وكما كتشوفوا الحوت كيتحمر بوحديتو، وكيطيب على داك البخار، وداك المريقه هي اللي كتكون من التحت. ولا بغيتو تسقيوه مره دبر راسكم، يعني كل واحد وكيفاش. هذا المهم دغيا كيطيب بهذه الطريقه، انا بحال انا هكا دغيا كيطيب. وكما كتشوفوا كيجي معلك الطاجين، وكيجي لذيذ في المذاق. طريقه زوينه وسهله بحال الطريقه المعتمده. حنايا كيديروا هذا البصله بالزبيب والسكر، انا ما درتش السكر صراحه، ولكن الزبيب راه حلو حلو، وكيجي معلك ويجي لذيذ، وكيجي منسم داك شويه القرفه اللي درت، وكيطيب قد نيشان كيطيب في المذاق. شنو نقول لكم، يا سلام. هذا هو الطاجين ديالنا خوتي ديال الفرخ، كيجي زوين 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 ولذيذ. نتمنى تجربوه، وتحياتي لكم. الى عجبكم هذا الطبق اخواني اخواتي ضغطوا على زر لايك، ودائما مع شيوات اللي هما سهلين ماهلين، يعني يقدر يديرهم اي واحد. ونتمنى منكم انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ونتلاقى ان شاء الله فيديو جديد، ومع السلامه.